السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في فيديو النهارده إن شاء الله مش هاطوّل عليكم. عايزة أنصح يعني كل ست وكل بنت مشغولين بقى طول الأسبوع في شغلهم وفي الولاد والمدارس والمذاكرة والحاجات دي، طبعًا إحنا مشغولين الأسبوع كله، نيجي بقى آخر الأسبوع لازم كده يبقى لينا وقت كده لنفسنا. فعايزة أقول لكم إن يوم الجمعة بيبقى يعني دايمًا ليه مكانة خاصة كده. هو يعني يوم ربنا أصلًا اختاره يكون من بين الأيام كلّها، وجعله كلّه يوم بركة ويوم كده سكينة وراحة للقلب. فعايزين بقى نستغل الحاجات الحلوة دي كلّها و وربنا يعني يوفّقنا في اليوم ده في إن إحنا نعرف نستغل وقت يوم الجمعة ده كويس. بس يعني اللي الناس كتير بقى ما تعرفوش إن البركة دي هي مش بتيجي كده، لأ يعني لازم نفتح لها باب. طيب بركة يوم الجمعة ليها أبواب زي ما باقول لكم كده لازم نفتحها، وفيها ساعة استجابة طبعًا. نفتح الأبواب دي إزاي؟ ب3 أعمال بسيطة جدًا. آآ كلكم هيقول أنتِ ما جبتيش حاجة جديدة، أنا مش باقول حاجة جديدة، أنا باقول إن يعني وأذكّر من باب إن أنا أذكّر نفسي وأذكّركم معايا. آمم لو إحنا فعلًا التزمنا بال3 حاجات دي، هنلاقي فرق كبير في حياتنا في باقي أيام الأسبوع، مش بس يوم الجمعة. يعني هنلاقي السكينة بقت مَلِت قلبنا كده والراحة والطمأنينة، وإن في نور كده في حياتنا. هتلاحظي فرق فعلًا، بس إن شاء الله يعني لو التزمنا. هتلاقي يعني بُصّي كل حاجة اتغيّرت معاكِ بإذن الله. عايزة أقول لكم على أول سِر هو الاستغفار. الاستغفار ده كنز. بُصّوا هو يعني مش مجرّد كلمة ولا مثلًا آمم يعني كلام وخلاص كده بيتقال، لأ هي فعلًا راحة، راحة، راحة. يعني الاستغفار رزق عايزة أقول لكم. بيفرّج كرب وبيفتح أبواب الرزق كلّها وبُصّوا يعني بيشرح الصدر كده. عايزاكِ يعني جرّبي كده النهارده. جرّبي مثلًا تقعدي مع نفسِك 10 دقايق وتقولي أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. يعني على الأقل 100 مرّة، ما هياخدوا 5 دقايق؟ ما أفتكرش بصراحة يعني مش هياخدوا منِّك وقت. آآ هو أنتِ ما يعني نَفْسِك دي ما تستحقش تاخدي 5 دقايق في اليوم تستغفري فيها ربنا؟ يا ستّي بلاش تاخدي وقت، وأنتِ بتطبخي، وأنتِ بتروّقي الشقة، وأنتِ بتعملي أي حاجة، خلّي لسانِك ده دايمًا يعني شغّال بالذكر وبالاستغفار. يعني بُصّي هتحسّي إن في حِمل تقيل كان على قلبِك واتشال. هتلاقي برضه يعني حاجات كتير آمم يعني كانت متعطّلة مثلًا أو ربنا مش ميسّرها، هتلاقيها بتتيسّر. بُصّي من غير ما تحسّي كده ولا تعرفي هي اتيسّرت إزاي ولا هتفهمي أصلًا. هتلاقيها اتحلّت لوحدها. لإن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه، هو وعد وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني بُصّي الاستغفار من أعظم أسباب التقوى. فأنتِ متخيّلة إيه بعد كده يعني، عايزة إيه تاني؟ طيب ده كان أول سِر. تاني سِر معانا إيه، قراءة سورة الكهف. يا ستّي بُصّي دي بتجعل نور من الجمعة للجمعة، هتبقي في نور، نور رباني.
مش أي حاجة وخلاص. إيه تاني أعظم من كده يا ولاد؟ لأ، يعني بجد عايزين نقرّب شوية، عايزين نلتزم بالحاجات دي زي ما بنلتزم بحاجات تانية. الروتينات اللي إحنا لازم مش عارف أعمل إيه لبشرتي ولازم طب ما نَفْسي، قلبي ده محتاج برضه روتينات روحانية تقوّيني وتقرّبني من ربنا وتخلّيني أكسب دنيا وآخرة، صح والّا إيه؟ آمم، فيعني يا ستي اقرأي صفحة، اقرأي صفحتين، اقرأي على قد ما تقدري من سورة الكهف، اسمعيها. لو أنتِ في المطبخ والّا أنتِ مش فاضية تقولي لي ده إحنا بنستنى يوم الجمعة ده عشان بيبقى ورانا 100 حاجة بنعملها. طيب يا ستي أنا مش هاعطّلِك عن الحاجات اللي بتعمليها، وأنتِ بتعملي شغل البيت والّا بتطبخي والّا بتغسلي والّا، شغّلي الموبايل جنبِك وافتحي سورة الكهف واسمعيها وردّدي ورا الشيخ بس أهو، سهلة وبسيطة خالص يعني. آمم يعني كفاية زي ما باقول لِك إنِّك هتاخدي نور من الجمعة يعني لحد الجمعة اللي بعدها. دي سورة الكهف هتحميكِ حماية من الفتن، وسبب للطمأنينة كده وتخلّي في طمأنينة في قلبِك غريبة. يعني أنا عايزاكِ تخصّصي وقت لنَفْسِك، يا ستّي أي حاجة 10 دقايق. فعلًا إحنا محتاجين إن لأ، لازم ناخُد بالنا من أو الوِرد ومن الذِكر ومن قراءة القرآن أو قراءة سورة الكهف مثلًا يوم الجمعة وقراءة سورة المُلك قبل النوم، الحاجات دي لازم في الفترة دي خصوصًا إن آآ كل الناس بقت تعبانة. إيه اللي هيريّحِك غير الذِكر والقرآن؟ ما فيش حاجة، صدّقيني ما فيش حاجة هتريّحِك غير دول. فأنتِ بقى يعني حاولي على قد ما تقدري تدّي لنفسِك وقت و وقرّبي شوية. كل ما هتقرّبي والله بُصّي مش عايزة أقول لِك هتحبّي القُرب ده، ده أنتِ هتعشقي قُربِك من ربنا ده، تمام؟ آآ تالت سِر بقى معانا هو الصلاة على النبي. أنا مش جايبة حاجة جديدة، يعني أنا مش هاقول لكم بقى إن أنا جايبة اللي ما حدّش قاله قبل كده لأ، لكن هم فعلًا أسرار، اللي مجرّبهم هيقول لي فعلًا عندِك حق، هي فعلًا أسرار. ليه سِر؟ لإن هي بتفتح حاجات مقفولة وبتجيب لِك حاجات أنتِ ما كانتش تخطر على بالِك، وبتحقق المستحيلات يعني، ال3 حاجات دول. وخصوصًا يعني الذكر والصلاة على سيدنا النبي. آمم، يعني بُصّوا، هو سِر الصلاة على سيدنا النبي ده يعني سِر عجيب حقيقي. كل ما تصلّي عليه، كل ما ربنا سبحان الله يعني مش بيكفي هَمِّك وبيشيل عنِّك هموم كتير أوي وبيفتح لِك بيبان حقيقي كانت مقفولة، اسألوا مجرّب زي ما بيقولوا. آمم يعني بُصّي عايزاكِ وأنتِ برضه طول الوقت ليه لسانِك ده بدل ما يتكلّم في كلام مش حلو والّا في نميمة والّا في غيبة والّا أتكلّم على فُلانة أفتكر موقف مش عارف إيه وأعمل إيه، طَب ليه ما أركّزش على نَفْسي، أشتغل على نَفْسي، كل ما هاصلّي عليه كل ما هازيد درجة عند ربنا ودرجات كمان مش درجة، وكل ما أنا نَفْسي تطمئن ويبقى كده في سكينة وراحة بال وهدوء وطمأنينة بجد يعني هتبقي مش شايلة هَم حاجة أصلًا. خلاص أنا عرفت أنا باطلب وباصلّي على سيدنا النبي وباستغفر وباذكر وإن شاء الله ربنا هيحقق لي اللي أنا عايزاه، هتلاقيه فعلًا اتحقق. بُصّي يعني هي باب الصلاة على النبي ده بيخلّي بُصّي الرزق والبركة يسوقوا إليكِ كده يعني ييجي لِك لوحده. ما تعرفيش سبحان الله يعني سر غريب وعجيب وكل حاجة. آمم ما كانش قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يا رب، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه من الصلاة فيه. ما كانش قال كده يعني خصوصًا يوم الجمعة وخصص ليه اليوم ده،
ما هو يوم الجمعة ده كلّه أصلًا ده عيد للمسلمين، يعني يوم ما شاء الله على الخير اللي فيه وعلى الرزق وعلى البركة وعلى كل حاجة حلوة، على الروحانيات اللي فيه. آآ يعني ده ربنا آآ حدد ساعة في اليوم ده، هو ما قالهاش، إحنا ما نعرفهاش، ما حدش يعرفها، لكن ما كانش جعل ساعة في يوم الجمعة مستجابة الدعاء. يعني تخيلي أنتِ لو طول اليوم وأنتِ بتشتغلي بقى وأنتِ مش عارفة بتعملي إيه وأنتِ قاعدة والّا أي حاجة ولسانِك ده مش بيبطّل صلاة على النبي واستغفار وتدعي، ادعي بكل اللي بتتمنيه، يا رب بارك في ولادي، يا رب بارك في زوجي، يا رب بارك في أهلي، يا رب ارزقني الزوجة الصالحة، يا رب ارزقني الزوج الصالح، يا رب ارزقني الذرية الصالحة، يا رب ارزقني بشغل، يا رب عايزة كذا، يا رب نفسي في كذا، حقق لي كذا. اتكلمي معاه كده واطلبي اللي أنتِ عايزاه في يوم الجمعة، إن شاء الله ربنا يجعله يوم جميل عليكم ويوم بركة. وعايزاكم كده إن شاء الله نفتح صفحة جديدة النهارده وتعملي ال3 حاجات دول، والاستغفار وقراءة سورة الكهف أو إنِّك تسمعيها والصلاة على سيدنا النبي. صلّي بقى عليه زي ما تقدري 10، 100، 200، 1000 بُصّي على قد ما تقدري زوّدي يعني، هتحسّي بفرق كبير وهتحسّي كده إن البركة دخلت بيتِك و و وبقى في جو هادي كده في البيت، لا في بقى نكد ولا مشاكل ولا. طوّلت عليكم، ربنا يجعل يا رب جمعتكم مباركة، ويفتح عليكم يا رب أبواب الخير والهنا والسعادة والرزق والسكينة والطمأنينة، ويجعل كل خطواتكم فيها نور وهداية. استنوني بقى إن شاء الله في فيديو جديد وموضوع جديد. ما تنسوش تدوسوا لايك واشتراك في القناة.